الخليجية، نور وبصيرة. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، خير نبي أرسل صلى الله وسلم وبارك عليه، القدوة النور الهادي. لك الحمد يا الله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، وعلى نعمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نواصل معكم بإذن الله عز وجل حلقات هذا البرنامج المبارك عظماء الإسلام. عظمة الإسلام أيها الأحبة إنما هي في دعوته إلى الخير، في دعوته إلى الخير، ويعني بمنهج الله عز وجل، دعوة تنتسب إلى رب العزة جل جلاله. وقد علم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله، التبشير بالخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل هي من أعظم وظائف الأئمة والدعاة والخطباء، هي من أعظم وظائف المسلم في هذه الحياة. أيها الأحبة في الله، معنا ومعكم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ حسن هاشم المالكي، إمام وخطيب مسجد النور بجدة. أهلا بكم ومرحبا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نتحدث وإياكم أيها الأحبة عن الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله، أهميتها، الداعية إلى الله، أخلاقه، المدعوين كيف ندعوهم إلى الله عز وجل ونحببهم في دين الله عز وجل. لعلنا نستطيع أن نستدرك بعض هذه المحاور في هذه الليلة، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع فضيلة الدعوة إلى الله ومع فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. حفظك الله. الله يجزاك خير شيخ محمد وبارك فيك. أعزك الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا كما يليق به سبحانه وبحمده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، خير من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة، فهدى الله به الناس وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. اليوم نحن في هذا اللقاء نتكلم عن أهم وظيفة وجدت على وجه الأرض، وأقدس وأطهر مهمة يكلف بها البشر، فلا يقوم بها على وجه الحقيقي إلا من هم كمل في بني آدم، قدوتهم في ذلك أنبياء الله ورسله. المنهج إلهي، والذي يقوم بهذا المنهج رباني، ينبغي أن يكون كذلك. سنتكلم عن هذه الآية التي تلوتها شيخ محمد، منطلقين منها حتى نعرف هذه الرسالة العظمى التي بدأت منذ أن وجد أول إنسان على هذه الأرض، منذ أن وجدت الخليقة. وهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، حينما قال سبحانه لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبين هذا المنهج ثناء الله عليه حينما قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال إنني من المسلمين. الله. قبل أن ندخل في هذا الكلام العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويسددنا لنحيط بهذا المحور الكبير العظيم جدا. إيه والله. أنا سميت البداية أو التمهيد فيما يسمى بالانطلاقة الكبرى. متى بدأت هذه المهمة كلف الله بها، أو فلنقل شرف الله بها بعض عباده؟ لأنها شرف. شرف عظيم. أن تكون في موكب الدعاء هذا شرف لا يضاهيه شرف. أي والله. وأن تعمل عند الله عز وجل، بينما الناس قد يعملون عند الدنيا في الدنيا وعند أهل الدنيا على أشياء تافهة. أنت تعمل عند رب الأرض والسماء ولك الشرف. داعية إلى الله. الله أكبر. هذا شرف عظيم الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى.
اسمح لي يا شيخ محمد أن أبدأ بهذه الآيات التي سأتلوها الآن، وهي بداية المهمة، الانطلاقة الكبرى كما سميتها فضيلتك. نعم، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. نعم. أول معارض. نعم. هو حيحمل الآن لواء الدعوة المضادة لهذه الدعوة المقدسة. نعم، سبحان الله. نعم. وكل من لم يوظف نفسه في تحت هذه الراية العظيمة، راية الدعوة إلى الله، نعم، فهو إن شعر أو لم يشعر فهو تحت الراية الأخرى. نعم، صحيح. نعم. ولا بد أن يستعد لهذا، وسنذكر ما يدل على هذا. نعم. قال سبحانه إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الله. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. نعم. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فاخرج منها فإنك رجيم. نعم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إلى الآن ما أتينا للمحور في كلامه الذي نبدأ يعني. نعم. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. نعم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك. هذا منهجه. منهج الدعوة الأخرى. بدأ يحدد لنفسه الأهداف والمنهج. نعم. سبحان الله. نعوذ بالله منه ومن هذا المنهج. آمين يا رب العالمين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال سبحانه يعني قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك أجمعين منهم أجمعين. نعم. يعني إذا فضيلة الشيخ، يعني حضرتك الآية واضحة تمام الوضوح. نعم. أن الله عز وجل دعا الملائكة دعوة إلى السجود، دعا إبليس إلى السجود، فكان أول معارض. نعم. هذا أول شيء. ثم بعد ذلك اتخذ لنفسه عهدا مع الله سبحانه وتعالى أن يغوي بني آدم كله. إذن هذه الدعوة المضادة كما تفضل. نعم. أنا الآن أريد من كل داعية أن يستحضر هذا الأمر العظيم، أن الانطلاق لكل داعية إلى الله يتذكر هذا الموقف الأعظم. نعم، صحيح. يتذكر هذا الموقف الأعظم. نعم. لأنه هو يستكثر في دعوته ليأخذ ما استطاع من بني آدم معه إلى جهنم، وهو قد خلاص لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. وإذا الداعية يستحضر هذا الموقف لماذا؟ لينطلق منه إلى الدعوة إلى الله. نعم، مضادة لهذه الدعوة الكبرى، دعوة الشر ودعوة ليأخذ معه ما استطاع من بني آدم فأنت تخلص. نعم، العدو شديد. نعم، صحيح. فأنا لماذا بدأت بهذا الموقف العظيم في الملكوت الأعلى؟ ليستحضر الداعية قداسة الرسالة، أنها بادئة من البداية الأولى. نعم، أول نفس في الخلق. نعم. فأول شيء أول شيء تكون أولا أنك تبحث عن الشرف، لأن لا شك أن لا أحد يريد أن يكون في اللواء الآخر. لا شك. نعم. ثانيا عظمة المنهج أنه واضح، مهما حصل من غبش بعد ذلك في اختلاف الناس ورؤاهم هم اللي يغير، لكن المنهج واضح جدا. نعم. وسنأتي قل هذه سبيلي. نعم. أدعو إلى الله، واضح جدا. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بعد ذلك أعطى الناس إشارات كبرى في الانطلاق. أول إشارة إن الشيطان لكم عدو. واضح. هذا العدو، هذا عداءه واضح. وكل أحد يقول بيلعن الشيطان يسبه، حتى أحيانا لما يكون بيعمل عمل وإن كان ظاهرا يعني. سبحان الله. نعم. ما أحد يتشرف بأن يكون صاحب للشيطان. نعم، صحيح، ولا تابع له. نعم، صحيح. نعم. حتى ولو كان حقيقته. نعم، هكذا. سبحان الله. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العجب يا شيخ محمد أن الله عز وجل بعد أن قال أنه عدو يأمر أيضا تأكيدا. لماذا هذا التأكيد؟ لأنه بعض الناس كما قلنا يقول أنه عدو لكنه بيتبع الشيطان. نعم، في أفعاله. نعم. نعم. لا، بعض أسرى إبليس. نعم. حتى وإن كان كما قلنا لا تجد أحد يقول أنا مع الشيطان، إلا هذول اللي خرجوا نشاز لا يعترف. نعم، لا يعترف بها. يعني هذول اللي خرجوا نشاز قالوا عبد الشيطان دول ما له. لكن البشر حتى لو تلقاه في خلق الله بيلعن الشيطان. سبحان الله. نعم. لكن لتأكيد الأمر فاتخذوه عدوا، لا يكفي أن تقول هو عدوي، لابد أن تتخذ عدوه، والاتخاذ عمل. نعم. هذا النقص. فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. ركز في الدعوة الآن. إذن هو يدعو. نعم، دعوة. يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سبحان الله. حتى لو زيف لك أو زبرق لك الدعوة. نعم. حتى تصير تقدمي متحضر. انتبه للمآل. المسميات كثيرة، لكن في النهاية هي دعوة إلى غير طريق الله. شوف النهاية واحدة.
إنما يدعو حزبه فين يكون؟ ليكونوا من أصحاب السعير. نعم نعم، نعوذ بالله من ذلك. حياكم الله. الله يجزاك. أستاذنا، يعني بداية يقولون إنما تعرف الأشياء إذا وضحت مسمياتها. يعني ما معنى الدعوة؟ ما هي الدعوة؟ يعني الدعوة إلى الله عز وجل يعني مفهوم واسع جدا. نعم. فهل نبدأ بتعريف معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب اسمح لي تفضل. قبل أن أبدأ بما قلت يعني تفضل. مفهوم الدعوة، تفضل. أنا أريد أن أختم بشيء في المقدمة هو لا أريد أن أتي به في آخر الحلقة. نعم نعم. من باب التفاؤل لا نريد نعم. أن نأتي به. حياك الله. وهو حتى نختم في التمهيد قول الشيطان. طبعا أنا أكد على الشيطان داعية، والداعية إلى الله لازم نستحضر أن الشيطان داعية لكنه إلى غير سبيل الله. ولذلك الشيطان خطب خطبة مشهورة في سورة إبراهيم لنبين بمختصر الكلام نهاية دعوة الشيطان ثم نبدأ في الدعوة الربانية الإلهية. نعم. فاسمح لي يعني هذه تفضل تفضل. يقول الباري سبحانه وبحمده: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. نعم صح. دعا، إذن هو دعا فقط. نعم. ونحن الآن في نبين الدعوة العظمى المضادة لهذه الدعوة. نعم. دعوة إلى الله عز وجل. أكمل الآية. قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. انتهت دعوة الباطل وكرس يعني في جهنم. نعوذ بالله. الله عز وجل حكم عليها قبل ذلك. حكم عليها نعم. وهو تبرأ منهم في النهاية. يا سبحان الله. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما كان لي عليكم من سلطان. حياكم الله. أستاذنا العزيز، يعني الناس دائما يعني كل إنسان يقول أنا داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك نريد أن نعرف معنى الدعوة إلى الله، مفهوم الدعوة إلى الله مبدأ، لنعرف من يدعو إلى الله ممن لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. حياك الله. تفضل. الدعوة إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى المنهج الإلهي، توحيد الباري سبحانه وبحمده، وأن تقرب الخلق إلى الله. نعم، تقريب الخلق إلى الله ما استطعت إلى ذلك سبيل. ما أشرف هذا وأعظمه سبحانه وتعالى. الناس كما قلنا وإحنا بينا في التمهيد هنالك عدو لا ينام لا يغفل، اشتغل ليل نهار على فتنة الناس وإغواءهم وصرفهم عن طريق الحق. فالداعي الله الآن أمام عدو يعني شرس لا يهدأ. نعم نعم. فإذا لابد أن نعلم أن المهمة العظمى هو إنقاذ الناس من تسلط الشيطان عليهم في إبعادهم عن طريق الله المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الله. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. الدعوة إلى الله عز وجل لا إله إلا الله تفسرها، لا تعبد إلا لله عز وجل، الطاعة المطلقة للباري سبحانه وبحمده، تعبيد كل ما في الكون لله سبحانه للحق سبحانه وبحمده. نعم. هذه مهمة الداعي. أدعو إلى الله. أدعو إلى الله. نعم. الله. نعم نعم. ولذلك نقول من هو الداعية؟ نعم. إذا يعني ما دمنا عرفنا الدعوة فمن هو الداعية؟ يعني الذي يلتزم يعني بالتأكيد هو الذي يلتزم بهذا التعريف. نعم. نعم تفضل. الداعية إلى الله عز وجل أولا سبحان الله لما كان القائد دعوة الشر والفساد الشيطان واضحة دعوة، الله عز وجل أرسل للبشر من أنفسهم بشر زيهم يكون لهم قادة وعصمهم سبحانه وتعالى، حتى يكون البشر وهذا حسنتكلم إن شاء الله في وضوح المنهج. نعم نعم. وهذه من حكم الله في جعل الرسل بشر. نعم. اصطفيهم من بني البشر. نعم. ليه؟ ليكونوا منا. نعم. لا يتعلل أحد يقول والله ذول ملائكة مثلا لا أستطيع أن أكون مثلهم. نعم نعم. الداعية إلى الله عز وجل أولا امتلأ قلبه حبا لله، ما لم يحب الله لن يدعو إلى الله. شيء أحبه فهو يبذل نعم المجهود في سبيله. ولذلك أعظم عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله عز وجل. نعم. فالداعية هو الذي يعرف شرف رجل نعم عرف شرف دعوته والتزم بها وأخذ يدعو إليها. حياكم الله أستاذنا العزيز. يعني ما دمنا قد عرفنا أيها الأحبة المشاهدون معنى الدعوة وعرفنا الداعية وعرفنا أن هذا الأمر مهم جدا لأننا نحارب عدوا خطيرا تعهد أمام الله عز وجل بإضلال الناس منذ أول لحظة. ما دام الأمر كذلك فضيلة الشيخ، إذن يجب أن نعرف كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني الإنسان لا يكون المسلم أو الداعية غافلا، صحيح. وإنما يجب أن يعرف كيف يدعو، صحيح. كيف يلتزم بمنهج الدعوة. سبحان الله. تفضل. في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى إلى الله. الله على بصيرة. نعم نعم. إن. كأن الآية سبحان الله تتضمن الأمر بالتفصيل. نعم سبحان على الله. بصيرة. نعم. والبصيرة هنا سبحان الله، الله عز وجل يعني لم يترك الناس للميثاق اللي يسمونه العلماء ميثاق الذري، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، نعم. مع أنه كافي يقول أهل العلم، لكن بين لهم أوضح بيان وأنزل الرسل. نعم. أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، هذا المنهج. نعم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم إيش؟ ما إن تمسكتم بهم كتاب الله وسنة صلى وسنة الله عليه وسلم بارك عليه. نعم. نعم نعم. وهو الذي تركنا على المحجة البيضاء. إذن هذه هي البصيرة. البصيرة. هذه البصيرة. نعم. نعم. ولذلك إذا دعوت إلى الله فادعوا إلى شيء واضح. نعم. أي. نعم. وضوح الشمس. وضوح الشمس نعم. في رابعة النهار. نعم. أدعو إلى الله على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واضح بارك جدا. عليه. نعم. ترى ما حصل بعد ذلك من أخطاء أو خلافات إنما هو من صنيع بعض الناس. صحيح. ولعل قول الله عز وجل يعني وأرسلنا معهم البينات. أي. يعني الكتب الواضحات، الأمور الواضحة. أنا أحيانا يا شيخ نعم. محمد تفضل. لما نجي في سلك الدعوة أو في بين طلاب العلم فتجد نعم. أن وضوح المنهج هذا مو بواضح، لأن أحيانا يتخذ شيخه أكبر من الكتاب والسنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقع في الخلل. نعم نعم. لو وضح المنهج هذا لارتحت يعني في نفسك كداعي. نعم. شيخي إنما هو يدلني على الطريق. نعم. نحن إذا قلنا ابن عباس يقول مقولة للعصر الذي كان فيه، يقول يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء يقول لكم قال الله وقال رسوله، تقول قال أبو بكر وعمر. لا حول ولا قوة. إذا كان هذا في عصر هؤلاء الأبرار. نعم. العظماء. نعم. وهذا المنهج الحبيب لما يقول تركت فيكم ما يلتمس الكتاب والسنة. نعم. نعم. يقول بعض الناس في أحاديث ظاهرها التعارض، يقول هذه قضية أخرى، لكن منهج الداعية واضح في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. لا يحتاج أن يأتي للناس بالمعميات والأشياء الخلافية ويدخل الناس في متى أحيانا وحالات لفقه الدعوة إدخال الناس فيما لا يفقهون ما لها. أنت تدعو إلى أمر عظيم. نعم. إلى تقريب الناس إلى الله، هذا ما يحتاج أنك تأتي بالأشياء التي توقع الناس في الخلل يعني لا داعي مثلا لإثارة الشبهات أمام الناس. نعم. وإثارة الخلافات، وإنما نأخذهم إلى الخير. الدعوة هي دعوة إلى الخير. واضحة نعم. جدا. نعم. في تقريب الناس إلى الله عز وجل والخير الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء بها صلى الله بيضاء عليه وسلم. نقية. نعم. صلى الله. يعني كان يفهمه الأعرابي في باديته ويفهمه الرجل البسيط. نعم. ويمتلئ قلبه إيمانا. صحيح. كل الناس يعني لم يأتي إلى العلماء فقط ولا المثقفين. إحنا لما تأثر بعد ذلك شيخ محمد بترجموا كتب الفلسفة وغيرها وتأثر أدخلنا أمور كثيرة ترى ليست في ليست من صلب الشريعة. أي والله. سبحان الله. ولذلك لبست على الناس بكثرة. أحيانا الإنسان هو يأتي لنفسه كما قلت أنت في الشبهات. نعم نعم. يعني أحيانا وذلك تعجب، وأنا سأتي بقصة جميلة جدا عن الصحابة. يعني حقيقة سبحان الله منهج الصحابة وعصر الصحابة، أنا قاعدة أطمئن إليها دائما إذا رأيت الاختلاف كثر ولا ارجع إلى عهد الصحابة وانظر كيف كانوا يعالجون الأمور. هذا العهد يعني الذي يعني كان الإسلام فيه على حقيقته المطلقة. نعم. شوف مثلا أنا يستوقفني كثيرا حديث الدجال المشهور. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث طويل صلى الله عليه وسلم بارك عليه يمكث في الأرض 40. نعم. ما قال 40 سنة ولا 40 هي يوم. نعم 40 يوم. لكن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم وسائر أيامه كأيامكم. نعم. العجب من موقف الصحابة. الآن لو في عصرنا يقول لك كيف يصير اليوم كسنة ويبقى صدقه. الصحابة لم يسألوا عن كيف يسير اليوم كسنة لأن الحبيب أخبر وما دام أخبر فسيقع. صدق صلى الله عليه وسلم. ولكن سألوا عن أمر يهمهم أمر دينهم. قالوا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم واحد يا رسول الله. يوم واحد. الله يعني ملاحظة طيبة. نعم. سبحان الله. يسأل يعني كيف أعبد الله في هذا اليوم. نعم نعم. فدام الحبيب أخبر فسيقع. والعجب يا شيخ محمد أن في عصرنا الآن وجد بعض الدول في شمال الكرة الأرضية فعلا النهار عندهم 6 أشهر. نعم صحيح. هذا يعني واقع اكتشفناه. صحيح. نعم نعم. مع أن الصحابة لم يكونوا يعرفوا هذا الواقع. إذا المفترض نكون إحنا أكثر تصديقا. هذه هلا نقول العكس حاصل للأسف. تسليم يعني أستاذنا العزيز. يعني هل لأي إنسان أن يدعو إلى الله عز وجل؟ يعني الدعوة ملك من الذي يدعو إلى الله عز وجل؟ أنا أقول الدعوة إلى الله عز وجل ليست حكر على أحد. نعم. بل كل إنسان يملك الدعوة. ليس إذا امتلك أدواتها
فهو أحق بها. إذا يملك ما إذا كان شوف الشرط في الآية نعم. على بصيرة. على بصيرة. نعم. لو آية واحدة. نعم. وأنت تعلمها حقا. لو آية واحدة. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الله. نعم. صحيح صحيح. يقول الشيخ محمد بن عثيمين إذن هذا داعية. نعم. نعم الشيخ سبحان ابن الله. عثيمين رحمه الله يقول نصاب الداعية آية. نعم سبحان الله. آية استدلالا بهذا الحديث، لكن بشرط على بصيرة. نعم. وأنا كنت أقول كلمة في لقاء أقول الهدهد داعية يا أخي، فما تكون أنت داعية في مسألة واحدة. أيوة. سبحان الله العظيم. يقول نعم. لنبي من الأنبياء أحط بما لم تحط به. الله. هذا معنى عظيم لنشر الخير يا فضيلة الله. الشيخ. يعني إذا يعني ليس بالضرورة يعني أن يحفظ المتون والمجلدات يعني يكثر على نفسه. لعل نعم هذا مطلوب. نعم لا بس لكن هناك شرط واحد، نعم أن تكون على فقه في المسألة تدعو إليها أنت. نعم أنت تفهمه جيدا. أيوة، ما تدعو نعم. إلى شيء لا تفقهه. مم. في فرق بين فقه المسألة وأن تكون فقيه. هذا لو قلنا لا يشترط في الداعي أن يكون فقيها مشكل. مم. هو حيقل فقيه هذا لابد أن يقرأ كثيرا حتى يعني الإسلام دخل في شرق آسيا يا شيخ بأخلاق سبحان. التجار لما فقهوا الإسلام. صحيح. صحيح نعم. ولا لا الكلمة شيخ؟ الطيبة. نعم. الكلمة الطيبة هو نعم. فقه معناها نعم. الذي نعم. تعلمه من الشريعة. نعم. لأن الدين الإسلامي جاء فزكى العرب على ما عندهم من أخلاق كريمة، فأصبحوا أدخلوا الدين في كل بقاع الأرض بأخلاقهم. نعم سبحان الله. نعم. أمنا الآن للأسف يا شيخ محمد الآن نضرب أسوأ الأمثال في يعني للأسف في المواعيد للأسف. وفي الكذب، مع أن ديننا أخلاقه رائعة. ولعل يكون ظاهره الالتزام. هذه مشكلة. لكن للأسف يعني تراهم يعني على ورع كاذب أحيانا للأسف يعني. إذا الداعية لابد أن يكون على بصيرة فضيلة الشيخ. نعم. وأن يلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. وبكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. المنهج فضيلتكم أشرت إلى المنهج. المنهج أنا ذكرته في ثنايا كلام الكتاب والسنة. نعم. لكن عندنا في المنهج في تطبيقه كلام. أولا الله عز وجل قسم الأمة من حيث المسؤولية في تلقي الأحكام إلى قسمين: علماء وعامة. نعم. أما العالم فسيسأله الله حينما يفتي عن منطلقه، فإن انطلق من غير الدليل حاسبه الله عز وجل. نعم. إذا انطلق من غير كتاب والسنة نعم يحاسبه الله على كلامه. أو سئل أمام مجمع واستحى أن يقول لا أعلم وأهلك نفسه والسامعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لأن الجمهور سيتبعه. نعم. الناس هؤلاء لا يعرفون الأدلة. أيوة. نعم. إذن هذا الفريق الأول. نعم. كلفه الله بمعرفة الدليل وهم أهل العلم. يا سبحان الله. نعم. ولعل ابن القيم كان صديقا حين سماه موقع عن الله سبحانه وتعالى. نعم موقع عن الله. كلام الموقع. نعم. نعم. الفريق الآخر وهم الجمهور العريض. نعم. وهم عامة الأمة كلفهم الله بسؤال أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هنا مسألة كبيرة يا شيخ. تفضل. لما يجيك واحد يقول من العامة من العامة نعم. يقول لك أنا مذهبي شافعي. هنا خلط كبير. العامي لا مذهب له، لأن المذهب مدرسة في استنباط الأحكام. وإلا لو كان يعرف مذهب الشافعي ما سأل. نعم صحيح. ولذلك احنا هذه قاعدة يعني أرجو فضيلتك تعيدها مرة ثانية. العامي هي قاعدة وأنا ذكرتها أكثر من مرة وذكر الشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله في المدخل المفصل. رحمه الله. قال العامي لا مذهب له وطالب العلم لا يقلد. الله. نعم. هذه متينة هذه القاعدة. نحتاج إلى توضيح بعد لو سمحت. العامي لا مذهب له بمعنى ما هو المذهب؟ الناس لا تفهم لا مذهب، حتى أصبحنا يظن أنه 4 مذاهب، يعني هذه كأنها فقط هي آخر الإسلام. حتى وصلنا في قضية بعض الجهات في التعصب إلى أنه استغفر الله يرى إلى الشافعي إلى الحنفي إلى أنه كأنه ديانة أخرى ولا يزوج ولا قوة إلا بالله. نعم. لا يتزوج هؤلاء من هؤلاء. نعم هذا تعصب شديد. لا ما هو المذهب؟ المذهب طريقة اتبعها إمام من أئمة الدين في استنباط الأحكام من النصوص. نعم. فيأتي طالب العلم فمثلا يدرس هذه فيختار منهج الإمام أبي حنيفة، يستفيد من اجتهاد هذا الشيخ. نعم. يتبعه في طريقة الاستنباط، لا يتبعه في استنباطه بعد ذلك. نعم. لأن مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله على جلالة قدره مسائل متجددة يعني كل يوم في جديد. غير هذا أيضا الأئمة رحمهم الله يعذرون أحيانا حينما يفتي بخلاف نص معين لا يكون قد وصل إليه رحمه الله الدليل. نعم. لم مجموعة الأدلة. لأن مثلا هنالك أسباب كثيرة ذكرها الأئمة في كتبهم عن أسباب مخالفة هؤلاء الأئمة. أحيانا الدليل لا يخالفون صراحة، لا يظن بمسلم عامي فضلا عن إمام كالأئمة الكبار هؤلاء في الدين والفضل أن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا ولا حول ولا قوة. إنما هناك أسباب، وذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فاللوم على من بعدهم حينما يظنون أن كلام أبو حنيفة كله
هو الإسلام من أوله إلى آخره. على أنه لا يقبل النقاش، أو أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك. نعم. إذا طالب العلم يعرف أن القضية طريقة استنباط، لكن لو لقيت الإمام أبي حنيفة مسألة يخالف فيها حديث معين، أترحم على الإمام وأرى له العذر. نعم. وأتبع قول رسول الله، وهذا قول الأئمة كلهم. نعم. إذا ثبتت السنة وخلاف قولي فخذوا بالسنة واضربوا بقول عارض، واضربوا بقول عارض الحائط أو عرض الحائط. نعم. إذا مرد الأمر إلى الأصل. نعم. الكتاب والسنة. أحسن. هذه هي البصيرة. أكيد. والأئمة رضوان الله عليهم نحن مأمورون باتباعهم إذا لم نكن نعلم شيئا في المسألة. أما إذا جاءنا الدليل فيجب أن أتكلم عن طلاب العلم الآن. نعم. طلاب العلم، إنه قال لطالب العلم لا يقلد. الأصل في التقليد أنه حرام. نعم. ما معنى هذه؟ نعم. أي لا يقلد بمعنى، طبعا هم العلماء أجازوا له التقليد في يعني جزئية بسيطة، وهي إذا كانت يعني حدثت له أو نزلت به نازلة وليس عندهم يعني وسائل الوصول إلى الأدلة إلا ما عنده. نعم. فقالوا يقلد في هذه إلين يأتيه إيش؟ تمام. يتم البحث أو يجد. فهذا أجازوا له للضرورة. نعم. والضرورة تقدر بقدر. بالضبط. نعم. لكن الأصل في التقليد أنه لا يجوز التقليد المطلق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بارك عليه. هذا الذي هو القدوة صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقلده دون أن نقول مثلا لماذا. نعم. السمع والطاعة. نعم. إذا فضيلة الشيخ، يعني إذا كنت أنا يعني من عوام الناس لا علم لي أو لست مشتغلا بالعلم الشرعي، يبقى أسأل أهل الذكر. أحسن. وإذا كنت من طلاب العلم أتعلم وسائل الأئمة، الله أكبر. طريقة الأئمة. أحسن. وأبحث في الأدلة. وهنا في شيء مهم أيضا. تفضل. أنه العام حينما يسأل العالم أو طالب العلم نعم. لا يهمه ما هو مذهب. نعم. كما وإنما يريد تقول حل المسألة. يقول لك أنا شافعي أروح أستفتي واحد شافعي ولا مالك حنبلي لا. المهم هنا نقطة مهمة شيخ محمد لابد أن نشير إليها إشارة مهمة. تفضل. فاسألوا أهل الذكر. الله عز وجل يكلف العامة بأن يسألوا من يعرفونه أنه من أهل الذكر بالخبرة أو بالشهرة. ضاع شيطه. أما أني صليت وراه في مسجد لقيته مقصر ثوبه وملتحي خلاص أقوم أستفتيه. نعم. فهمت يا شيخ محمد؟ نعم صحيح. لا، لابد أن يشتهر بالعلم. نعم. نعم. إما بالاشتهار أو بالمعرفة الدقيقة به. لأنه سبحان الله أحيانا واحد يروح يصلي سيارته يسأل عن أحسن مهندس ولا يروح يرميها في أي مكان. ويسأل زملائه ويستفتي ويذهب بعيدا. ويسأل عن الطبيب الجيد. طب لما أنت لماذا الدين يعني؟ الله أكبر. نعم سبحان الله. أنا أقول لك أستغرب يشوفون فقط واحد يصلي بهم قال لك والله روح أصير. هل كل ما يعين أنه فقيه؟ يعين رجل يعني يصلي بالناس وماشي أموره، لكنه ليس من أهل الفتوى. الفتوى مهمة عظمى ومنصب كبير كما قال ابن القيم. نعم صحيح. يوقعون على الله. وأي واحد تلقاه بدقن قصير ثوب مثلا هذا خلاص يوقع على الله. نعم سبحان الله. ولعل هذه فضيلة الشيخ هي التي أوقعت الناس في كثير من الإرباك والارتباك. صحيح. وصارت الفتوى هذه لكل من هب ودب للأسف، يعني انتشرت يعني انتشارا واسعا. كل الناس تفتي، كل الناس تتكلم، وكل يتكلم حسب هواه. يعني هل من ضابط لهذه كما يعني نستطيع أن نقول هذا الفلتان؟ يعني أحيانا الفتوى وكثرة الفتوى وكل يعتبر نفسه داعية إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لابد أن نضع لها ضابطا. هل من ضابط؟ الضابط هو أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه. الركنين. نعم. نعم. واحد يقول فقط العلم أقول له لا. ما ينفع أن نستفتي. قد يكون من أهل العلم لكنه دينه ضعيف. لا حول والعياذ بالله. يعني كثير الحفظ لكن دينه ضعيف. دينه ضعيف. مشهور بأخلاقه السيئة. قد يكون من اللي يصدرون الفتوى على كيف بس أهم حسب نعم على إطلاقها أينما جاءت. لا يعني يكون والعياذ بالله يعني يطلب الدنيا. نعم. هذه قضية خطيرة. نقول لابد الأمر يتأكد المستفتي من تحقيق هذين الأمرين في من يستفتيه، لأنه يريد خلاص رقبته أمام الله عز وجل. العلم والدين. أن يكون من أهل العلم ومن أهل الديانة. نعم. دين. حتى فتوى تكون عن تقوى، فتوى يعني صحيح. يعني ما هو فتوى أنا أخشى أن الرجل هذا بس يفتي مثلا بعض الناس ما يعرف يقول لك والله أفتي، ما أقول للراجل ده إني ما أعرف. نعم. لا تهتز الصورة والمكانة والشغل. أعوذ بالله. نعم. حياكم الله. ولعل هذا يعني الحديث عن يعني وجوب الالتزام بالدين والأخلاق والعلم يعني يقودنا للحديث عن صفات الداعية. الله يجزاك. حياكم الله. أهم صفة للداعية حفظك الله وحفظ حياك الله السادة المشاهدين هي الخلق الكريم. نعم. الحبيب الله عز وجل يقول عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الداعية لما ينفض الناس من حوله حيستفيد ايش؟ نعم صحيح. أهم شيء نعم حسن الخلق. حسن الخلق. نعم.
يهتم الداعية يعني ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلى أن يكون خلقه حسن مع الناس، لأن الناس تتأثر بالعمل أكثر مما تتأثر بالقول. نعم، ينظرون في حاله. أيوه. نعم. أنت ترى بعض المشايخ له أثر عجيب عند الناس ومحبة وقبول، من أين جاءت؟ سبحان الله. تظنها جاءت يعني الكل يقول، بل ربما بعض الناس أحفظ من هذا الشيخ بكثير. نعم، وتعجب الناس يعني سبحان الله. نعم، هذا هو لعلها من الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هذا هو، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم نعم. هذا أهم شيء. إذن أول صفة أن يكون صاحب أخلاق حسنة. نعم. تمام. وضوح المنهج وسلامة المعتقد. أنت لما جيت تدعيني